باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فرحين في الرجاء. كلمة الرجاء لوحدها مفرحة. هوب كلمة جميلة، والكلمة دي موجودة في كتاب كتير قوي، والكتاب المقدس كله رجاء. يعني صدقوني في الأول كنت قلقان يا ترى هلاقي 20-30 موضوع تحت عنوان الرجاء، وكل شوية الاقي الله ده كله رجاء. أي حاجة في أي حتة تنفع تبقى فيها رجاء، من كتر ما هو فعلا ربنا كله رجاء. ومعلمنا بولس الفيلسوف بتاعنا ده لخص كده أعمدة المسيحية كلها، قال الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة. 3 دول شايلين الكنيسة، 3 دول يدخلوا أي إنسان السماء، الإيمان والرجاء والمحبة. صحيح أعظمهن المحبة لأن دي هتكمل في الأبدية. الرجاء معناه أمل في ربنا، أمل في الدخول السماء، أمل في حل المشاكل، أمل في الخلاص من الخطية. رجاء في كل حاجة حلوة، بس كل حاجة حلوة هتحصل، فلما تحصل ما عادش في حاجة اسمها رجاء. لما توصل لكل حاجة اتمنتها خلص موضوع الرجاء. فالرجاء مش حاجة قليلة، حاجة حلوة جدا، بس ليها نهاية. ليه؟ لأن الآلام والأوجاع والمشاكل والمخاوف والإحباطات كل ده له نهاية. فطالما الحاجات دي انتهت كلها وبقى كل اللي حلمت بيه وتمنيته وصلت له أكتر، يبقى الرجاء في الآخر له نهاية. المحبة هي الحاجة الوحيدة اللي ملهاش نهاية. زي ما واحد من القديسين قال الإيمان ياخدك من إيدك يدخلك يحطك على باب السماء، والرجاء ياخدك من باب السماء يدخلك لحضن المسيح، والاتنين يرجعوا الدنيا يشتغلوا مع اللي بعدك. أما المحبة فتخليك جوه قلب المسيح إلى الأبد. يعني المحبة هتستمر بينك وبين ربنا إلى الأبد. لكن الإيمان إيه طعمه في السماء؟ مفيش إيمان من المسيح قصاد عينك. إيمان دلوقتي لأنه مش شايفه، فالإيمان ثقة بأمور لا ترى. الرجاء نفس الكلام، الرجاء المنظور ليس رجاء. يعني لو قلت لكم كان نفسي أشوف أبونا ميخائيل، شفته خلاص. الحب يستمر لكن ما عادش رجاء. ليه؟ وصل بالسلام. فاهمين الفكرة؟ فالرجاء المنظور ليس رجاء، ادي الفكرة. فالرجاء حاجة غالية جدا، لكن لأننا هننظر ما كنا نرجوه ينتهي الرجاء في وقت، ولا يبقى إلا الحب. فال3 دول يختزلوا في السماء إلى حب بس، إيمان ورجاء ومحبة. لكن الإيمان ورجاء كده يدخلوا جوه المحبة ويرجعوا يشتغلوا مع اللي بعدك. يعني رجاء في النجاة. كورنثوس الثانية إصحاح 1 ناخد جزء كده. قال في بولس كلمة الرجاء، وقال خبرة شخصية مع الرجاء. وبولس طبعا ده يعني عميق في تعبيراته وجميل قوي في تأملاته، ولما يحكي بقى عن حياته الشخصية كمان يبقى أجمل وأجمل. كورنثوس الثانية أول إصحاح. كورنثوس الثانية دي بالذات أكتر رسالة بولس حكى فيها عن نفسه، أكتر رسالة. وكان ليها ظروف لأنه في الوقت ده كان مضغوط نفسيا جدا، وكانت محوطاه مشاكل من كل ناحية. وفي نفس الوقت كان أصعب ما في المشاكل دي إن ولاده تشككوا فيه. طبعا دي صعبة قوي وقاسية قوي، لما تيجي الدنيا من بدر تخبط وترزع اضطهادات وبتاع ماشي، إنما يبقى أقرب الناس وولادك بقوا مش متأكدين أنت كويس ولا مش كويس، كأب وكرسول تجرح قوي مع واحد زي بولس. هي كانت بقى إيه من بره ومن جوه ملخبطة. فكان الرسالة دي بالذات من أجمل الرسائل اللي كده تحسها بتشر دموع وهو بيكتبها. والرسالة دي هي اللي قال فيها أسرار زي بتاعة شوكة الجسد. فاكرين النص بتاع أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني، ومن جهة هذا الأمر تضرعت، وبعدين ربنا قال لي تكفيك نعمتي. كل ده في كورنثوس الثاني. ودي الرسالة اللي قال فيها إن أنا الإعلانات وطلعت السماء واتفرجت وشفت وكلام مش عارف أقوله لكم، كل ده كان في كورنثوس الثاني. ولما قال في الميتات مرارا كثيرة، وفي الضربات مرارا كثيرة، وفي الأصفار وفي الأوجاع وفي الأصوام كل ده كان كورنثوس الثاني.
فأول إصحاح بيقول إيه؟ فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا. لما يتقال آسيا في القرن ده غالبا ما يقصد بها آسيا الصغرى، وهي دي كانت مدخل آسيا الكبيرة، فكانت تقال آسيا على كل. لكن كلمة آسيا هنا اللي هي حاليا تركيا، اللي هي آسيا الصغرى. فهو في آسيا اللي كانت عاصمتها أفسس شاف الغلب، مفيش بلد تعبت بولس زي آسيا الصغرى اللي فيها أفسس وغلاطيا والبلاد المشهورة دي. فهو كان تعب فعلا، وهنشوف تعب ازاي. فبيقول أنا مش عاوزكم، هو بعت رسالة بقى، كورنثوس دول في اليونان، عارفين تركيا واليونان مش بعاد عن بعض، بس هو كان دي كلها بقى المناطق اللي بيخدم فيها. فبعت من آسيا لولاده في اليونان في كورنثوس، بيقول لهم يا أولادي عاوزكم تعرفوا حاجة، احنا تثقلنا جدا فوق الطاقة، حتى أيسنا من الحياة. طبعا دي بقى الواحد بيقف قدامها مش مصدق، هو انت كمان زي حالتنا كده ممكن يجي لك لحظة يأس وتزهق من العيشة كلها؟ ده ممكن. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد، وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. تعالوا نفهمها حتة حتة بقى، لأنها إيه برضو غنية فعاوزينها ما تتكروتش. الأول يقول فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة. تعالوا نشوف حكاية تثقلنا جدا. أولا هي كتعبير كلنا ممكن نفهمه، لأن ساعات الواحد يجي له وقت يحس أنه مش عارف يجر رجليه جر، مش عارف ياخد نفسه من كتر الضغوط اللي عليه. الضغوط دي ذهنية أو نفسية أو إحباطات أو حتى متغاظ من نفسه أو خطايا، ممكن تبقى كده. فالتثقل يعني حاجة، واحد زي اللي شايل بيت فوق دماغه فهيفطس تحتيه. التثقل ده كل واحد بيعبر عنها بطريقة، يقول أنا مخنوق، أنا جبت آخري، أنا مش طايق، أنا بقيت هنا، مش كل واحد يقولها بطريقته، بس هي في الآخر حاجة اسمها تثقلنا جدا. وجدا برضو بولس يقولها في وقتها، ما يقولهاش عمال على بطال. فهوريكم التثقل ده جه ازاي. مثلا في أعمال 19 يدينا الخلفية بتاعت الرسالة دي، يقول لنا ايه اللي كان بيحصل في آسيا بقى اللي وصله إلى هذا المرار يعني. فيقول له حدث في ذلك الوقت في تركيا آسيا أفسس شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. كانت المسيحية يسموها الطريق، فبسبب انتشار المسيحيين في آسيا الصغرى بسبب بولس الرسول حصل شغب زي فتنة، لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صانع هياكل فضة لأرتميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل. في بيزنس مان كبير قوي اسمه ديمتريوس، سايغ كبير، وعنده أسطولة شباب بيشتغلوا في صناعة تماثيل الأوثان، بيعملوها من الفضة فبيكسبوا كتير قوي. فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل وقال أيها الرجال أنتم تعلمون أن سعتنا، يعني السعة الوسع اللي احنا فيه ده، إنما هي من هذه الصناعة، ليس من أفسس فقط، من جميع آسيا تقريبا. استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا أن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. ده بولس بيقول كده، بينقض عبادة الأوثان. فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميس. يبقى طبعا هو في الأول ابتدى بإيه؟ بصوا بقى شقاوة الناس دول مش سهلين طبعا. جابها في إيه؟ أكل العيش. فقال لهم يا رجالة احنا أكل عيشنا وقف بسبب اللي اسمه بولس ده، قطع عيشنا يعني، لأنه الناس ما بقتش تشتري أوثان، الناس أمنت بربنا. إنما الأخطر والأخطر قال يعني بقى
انها كمان خبطت في ارطميس. طبعا دي ده اله وثن يعني، فاهمين ازاي؟ فقال كمان توصل التطاول انه يهين ارطميس الاله العظيمه، أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها التي يعبدها جميع آسيا والمسكونة. فلما سمعوا، طبعا حاجتين خلي بالكم، الإثارة النفسية دي الإرهاق اللي بيعرفوا يلعبوها صح، أكل العيش والدين. اغلط في دول تولع الدنيا، ده مبدأ أكل العيش ومس الدين. فهو خبط في الاثنين ديمتريوس عشان يهيج الدنيا كلها على راس بولس، قال لهم أكل العيش هيقف، وكمان الإله اللي بنعبدها أرطميس اتلطشت كده. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم غايس وأرسطرخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. يعني اتنين كانوا مسافرين معاه، بس هم مش طايلين بولس، هم لو طالوها يفرتكوه، بس هم لقوا اتنين من اللي كانوا مسافرين معاه فمسكوهم الدوم تمام، وهم يمكن مش مالهمش دخل. ولما كان بولس يريد أن يدخل، البولس بقى قال لرجالته إيه؟ طب سيبوني أطلع أوعظ. قالوا له لا، النهاردة مش وعظ، النهاردة مفيش كنيسة، قفلنا، ابعد خالص، دول مش بيسمعوش، دول ناس ما بتسمعش. والعدد على فكرة كانوا 2000 واحد اللي عملوا المظاهرة دي، مذكورة في بقية الإصحاح. ده أحد أشكال الصراع اللي كان في أفسس، ده شكل واحد. وطبعا التصاعد ده يوريك الجو العام، ان البلد بقت بتغلي، والمتهم الاول بولس الرسول. طبعا تصوروا المسيحيين اللي بيؤمنوا قد ايه التحدي صعب في الجو ده، ان اللي يؤمن متوقع يموتوه لانه بقى مع بولس في ذهنهم، فظروف اصعب من ظروف كتير. برضو لو قريناها في كورنثوس الاولى اللي قبل كورنثوس الثانيه صح 15، بولس برضو يحكي نفس القصة بطريقة تانية، يقول إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس. الناس دول زي الوحوش، فقال أنا عاوز أقول لكم ده أنا حاربت وحوش في أفسس، فما المنفعة لي إن كان الأموات لا يقومون. يعني كان بيأكد أن أنا كنت كل يوم مستعد أموت. في الفترة بتاعت أفسس بالذات دي، هي دي اللي قال عليها أنا كنت كل يوم بموت، كل يوم بتعرض للموت يوميا. فطبعا مع الإرهاق النفسي والعصبي المستمر ده، الواحد بيجي له وقت يتثقل بقى جدا. أنا كل ده عشان أوضح كلمة تثقلنا جدا، إن المشاعر اللي بتعدي علينا عدت على أعظم الرسل، وأعظم الرسل هو بيخدم، فالخدمة المفروض إن ربنا يسهلها، يعني ده شغله هو. يعني إحنا لما بنتثقل بنقول ما إحنا وحشين أصلنا، فإحنا نستاهل إن الظروف تخبط وترزع ونشيل ونحط. طب ده الراجل كويس وحياته كلها خدمة وربنا، لكن برضو في تثقل، وكأن التثقل ده لازم كلنا ندوقه. الحمل لما يتقل دي خبرة لازم تعدي عليك، ومرة ومرات في حياتك، مش مرة واحدة، وبأشكال مختلفة. تبقى وحدة، تبقى حيرة، تبقى يأس، تبقى إحباطات، تبقى ناس تعبينك، تبقى مشاكل ملهاش حل، تبقى ظروف فقر، تبقى ظروف مرض، تبقى كل ده اسمه تثقلنا جدا فوق الطاقة. ساعات الواحد يقول أنا مش قادر يا رب، كفاية، مش قادر، بقى فوق طاقتي الحكاية. برضو في كورنثوس الأولى آخر إصحاح يقول لأنه فتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون. المعاندين دول كانوا جزء من التثقل. الكلمة الثانية اللي قالها فوق الطاقة. طب ده احنا عندنا وعد في كورنثوس الأولى 10 لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. يا رب ازاي يقول فوق الطاقة وانت واعد انكم لا تجربون فوق ما تستطيعون؟ بصوا، اللي جوه التجربة لازم يقول فوق طاقتي، انما بعد ما بتعدي بيقول طلعت لم يجربنا فوق ما نستطيع. يعني في الأزمة لازم تقول دي فوق طاقتي، وإلا ما تبقاش أزمة، ما يبقاش امتحان، ما تبقاش الخبرة اللي عاوز ربنا يوصلها لك. إنما لما بتفك في وقت بترجع وتقول برضو الحقيقة ربنا كان حاسبها صح.
أنا جبت آخري بس هو إيه ما كانش آخري قوي، لأني طلعت منها صح، لأنها عدت بالرغم من وجعها وجروحها، بس عدت. فإذا الوعد ده مش هتعرف تدوقه وتفهمه غير بعد ما الحكاية تفك. هتقول في الوقت اللي كنت بقول فوق الطاقة وصعبان عليا من ربنا لأنه قايل لي أنا مش هجربك فوق طاقتك، لقيت في الآخر مع المنفذ اللي عمله ومع الوجود بتاعه جوه التجربة، لا طلعت إنها ما كانتش فوق الطاقة ولا حاجة، طلعت برضو محسوبة. في إنجيل مرقس تلاحظوا أنه ذكر عن المسيح له المجد أنه هو نفسه عدى على المشاعر دي. ربنا يسوع له المجد كإنسان عدت عليه مشاعر تثقل فوق الطاقة، يعني التعبير ده تثقلنا جدا فوق الطاقة عدى على المسيح نفسه، لأنه يتقال أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش. عارفين يدهش بالظبط معناها إيه؟ فين لما واحد يبقى بيعيط بصوت ويبقى مش عارف يمسك نفسه، بيحاول يمسك نفسه مش عارف. طبعا مع راجل ومع المسيح له المجد الواحد خجلان، هو بيقول كده ربنا له المجد. إنما عشان لو حصلت معاك مع إنك إنسان قوي وخادم وعظيم وإيمانك ما تستغربش، دي حصلت مع المسيح نفسه. يدهش يعني ينفعل انفعالات جياشة مش عارف يفرملها، مش عارف طبعا كلمة مش دقيقة لاهوتيا بس انتوا فاهمين انا اقصد ايه. كإنسان بيعدي على الخبرة دي تمام، تثقلنا جدا فوق الطاقة، وابتدأ يدهش ويكتئب. يعني ايه؟ يعني الحزن يغلبه برضو كإنسان بتكلم، يبقى خلاص مهدود تحت الحزن، خلاص وشه بان عليه الحزن. مش طب ده ربنا يسوع له المجد وعارف اللي هيحصل وعارف ان فيها قيامة، معرفة الشيء والتثقل فوق الطاقة ده حاجة تاني. فقال لهم نفسي، شوف التعبير ده، حزينة جدا. دي ما تقالتش غير في الليلة دي. يبقى ربنا يسوع عدت عليه مشاعر، وطبعا جدا دي عند ربنا لازم تبقى محسوبة. وهو بيقول نفسي حزينة جدا حتى الموت. هي دي اللي شرحها بولس لما قال ايه؟ انا قلت انا مت خلاص، انا خلاص كان لنا في انفسنا حكم الموت، يعني انا تقريبا مت. حزينة جدا حتى الموت يعني ما فيش اي حاجة خلاص ليها طعم. امكثوا هنا واسهروا، وتقدم قليلا وخر. برضو على فكرة تقدم قليلا وخر، خلي بالكم كأنه مش عاوز يشوف التلاميذ، مش عاوزهم يشوفوه في الدهش ده والكآبة دي. يعني هو انفرد مع انه بيقول لهم خليكم معايا. طب منين خليهم معاك وبعدت عنهم رمية حجر؟ يوصفها الكتاب بكده. ما هو عاوزهم معاه لان اي حد جايب تعبان قوي بيبقى عاوز اقرب الناس جنبه، انما كمان مش عاوزه يشوف كمية الحزن والتعب النفسي اللي هو فيه. فخر يعني سجد مش قادر يقوم، يعني خر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. وقال يا أبا الآب، أبا اللي هو التعبير اللي احنا بقينا نقوله يا بابا، يعني كل شيء مستطاع، اجزي عني هذه الكأس ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. وبعدين رجع يعاتبهم. فحس واحد، أنا برضو بوصف جسديا المسيح له المجد، له كل المجد، لكن في الناسوتية الألم البشري دي خبرة، والحزن والتثقل دي خبرة. لازم تعدي على المسيح لكي يكون إنسانا كاملا، وإلا أقول له يا رب أنت ما تعرفش يعني إيه واحد فقد أغلى الناس عنده، ما تعرفش يعني إيه واحد كل الناس سابته في وقت. يقول لي لا حبيبي، عارفها وضايقها أكتر منك بعد الليلة دي، ضايقها أكتر من أي حد. فهنا يقول إيه؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة. طب يا رب هو أنت محتاج بطرس؟ وده بطرس ده هينفع؟ ده بعدها بساعتين هيقول معرفوش. أنت يعني محتاج يعقوب ولا يوحنا؟ نفسيا إنسانيا أيوة طبعا. وتلاحظوا انتوا عارفين بقى بقية القصة، يقول لهم ما سبتوني ليه، ويروح يقعد برضو لوحده ويكمل دموع وعرق ويعيد نفس الكلام
لأن الواحد في الوقت ده بيبقى مش عارف يغير في كلامه، هو ما عندوش غير ارحمني يا رب، فكها يا رب. ما فيش. الصلاة هنا بتبقى صراخ، وده اللي قاله بولس وهو بيحكي عن الليلة دي. انتوا عارفين بولس حكى عن الليلة دي في سفر العبرانيين، قال قدم بصراخ ودموع طلبات كثيرة. كان بيحكي عن الليلة دي بتاعت ربنا يسوع، مع ان بولس ما حضرهاش، بس سمع من الآباء والروح القدس كمل له الصورة. فكان ده بيبقى نوع من الصراخ، حتى لو ما طلعش بصوت بيبقى القلب من جوه بيصرخ. عشان كده تلاحظوا المزمور يقول من الأعماق صرخت إليك يا رب. بتبقى في صرخة مكتومة جوه الواحد، طالعة في دموع، طالعة زي الدم، طالعة في انهيار وواحد على الأرض مرمي، طالعة انه عاوز يتلمس حد يسنده، بس برضه مش هيعرفوا يسندوه مهما كان. أنا كل ده عشان أوصل بس المعنى اللي قصده بولس، تثقلنا جدا فوق الطاقة. مفيهوش أي مبالغة على فكرة المعنى ده هو ده التعبير، يمكن أدق تعبير اختاره الروح القدس عشان يوصف الألم النفسي مع إنسان مجرح على آخره، مفيش حتة سليمة جوه خلاص. فوق الطاقة دي تفكرنا برضو في متى 14 لما التلاميذ كانوا بيغرقوا. أما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصروا التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا برضو. طب دول تلاميذ قبلها بساعات عاملين معجزة الخمس خبزات، وكانوا نازلين يتنضروا على الجبل في منتهى السعادة، وفجأة الدنيا كحلت خالص، البحر عالي والموج بيخبط والريح شديدة، ويقولوا يا رب مفيش، ومحدش بيجاوب، وساعة ورا ساعة ورا ساعة، والمركب اتملت مية وغطست والدنيا تلج، ومفيش خالص رد من السماء لغاية الهزيع الرابع تقريبا 4-5 الصبح. حاجة كان فوق الطاقة طبعا، فوق الطاقة. ليه؟ شك وقلق وبنموت ومش راضي يظهر وما بيجاوبناش ومرضيش يركب معانا المركب من الأول، وكل الهواجس جت وكلهم يبصوا لبعض، محدش فيهم واقف على بعضه، كلهم انهاروا وبيصرخوا. تلاميذ بيصرخوا، تلاميذ اللي كانوا قدوة قدام الألفات قبلها بساعات، حوالي 20,000 نسمة عمالة تبص لهم كده من تحت لفوق، ايه العظمة دي؟ بتأكلونا ازاي؟ جبتوا الأكل ده كله منين؟ إنما دلوقتي بيصرخوا كله. وبعدين جالهم المسيح في الآخر وفكت. صمويل الأول 30 فيها خبرة برضو تنفع يتقال عليها تثقلنا جدا فوق الطاقة. ليه؟ دي حصلت مع داود النبي بقى. داود عنده خبرات كتيرة قوي حزينة لو درستوا حياته. من الخبرات الصعبة جدا ان في يوم من الايام تصور انه مراتاته وعياله اتذبحوا. مش هو كان متجوز اكتر من واحد وعيال كتير، وكأب وكزوج في لحظات تصور انه فقدهم كلهم، وفضل التصور ده يعني حقيقي قصاد عينيه كذا ساعة. تصور واحد جاله خبر انه مراته وعياله كلهم راحوا. جاله الخبر ازاي؟ تعالوا نحكي الحكاية. داود في الوقت ده عمل عملة غلط، انه من كتر ما هو هربان من شاول زهق، فراح احتمى عند ملك الفلسطينيين. طبعا دي غلطة، ما كانش سائل ربنا. ملك الفلسطينيين ده وثني وعدو اليهود، وقال له انا معايا 600 راجل من الرجالة الناشفين قطاع طرق، كلهم عليهم احكام في اليهودية، وانا زيهم مطلوب القبض عليه واعدامي، فايه خلينا تبعك، ولو دخلت حرب احنا معك، وكلهم رجالة حرب. ملك الفلسطين اعتبرها مكسب، وقال له بس احنا ما بنختلطش بالناس تانية، لينا عاداتنا وتقاليدنا، فدينا كده حتة قرية تعبانة اسمها صقلع او صقلغ، قرية صغيرة كده. فراحوا قعدوا فيها وقفلوا على نفسه، عشان طبعا دول بيقولوا يعني بيصلوا ربنا، باقيين دول وثنيين. وتصور داود انه كده بس ينام بقى ويريح دماغه. لو شاول ما يقدرش بقى يوصل له عند فلسطين، ما يقدرش يدخل له وسط الجيش الفلسطيني، دول الأعداء. قعد له على كده سنة وهو مش داريان انه عمل حاجة غلط، وربنا بقى حب يأدبه على الغلطة دي، لأنه راح احتمى عند آلهة الأوثان عند ملك الفلسطينيين بدون إذن كمان.
قامت حرب بين فلسطين واليهود. فملك جرار اللي هو الملك الفلسطيني ده، فلسطين هنا أقصد وثنيين، هيحارب شاول، وداود المفروض هيبقى في صف مين؟ ملك جرار أو الملك الفلسطيني. فقال له جاهز يا داود، قال له جاهز يا ملك، معايا 600. طبعا داود كان قلبه واقع في الوقت ده. ليه بقى؟ عارف الجريمة اللي عمل انه هيموت اخواته اليهود وهو ممسوح ملك عليهم. وهو السر اللي جواه اللي محدش يقيم بيه ان داود في الوقت ده كان ملك على اليهود. هيبقى منين يقف ملك عليهم بعد ما ذبحهم؟ ازاي هيجي له عين لما شاول يموت ويبقى هو ملك؟ هتبقى نقطة سودة في حياته، مش ممكن حد هيقبله انه حارب مع الفلسطينيين ضد اليهود. فكان فحوسة، ولو قال مش هطلع احارب يعدم، خاين طبعا، ولا انا كنت بحميك ليه؟ فبقى ايه، عرف انها غلطة عمره ومش عارف يطلع منها. جاهز، وطبعا دخلوا لغاية ما بقوا الصفين قصاد بعض، وداود قلبه مرعوب لانه لو اضطرت قامت الحرب هيضطر يدخل ويحارب وخلاص، مش مهم بقى ملك، مش مهم يموت مين، ما باظت يعني. يقوم ربنا يتدخل. رؤساء القبائل الفلسطينية قعدوا مع الملك على حدة وقالوا له ايه اللي انت هتعمله ده؟ هتخلي داود في صفوفنا؟ انت مش عارف ان ده اسهل حاجة يقطع رقابينا كلنا ويسلمها هدية لشاول استرضاه ويرجع بقى يبقى في جيش شاول بعد كده؟ انت ناسي ان هو ده اللي قتل جلياط بتاعنا؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده اول واحد يخوننا ويطعنا في ظهرنا عشان يشتري شاول، فلا يمكن يحارب معانا. قال لهم يا جماعة الراجل معايا من سنة وما عملش، ما غلطش. قالوا لا احنا ما يبقاش في واحد في ظهرنا كمان عايلين هم، ده يرجع صقلع. أصروا. قال الملك بتاع جرار جاي مكسوف لداود يقول له ايه، سوري مش قادر، يعني كان نفسي تحارب معايا بس الحقيقة الرجالة كلهم بيقولوا مش كاني وماني فداود قال له انت يعني شاكك فيا؟ يا داود بطل حركات بقى، بطل حركات، انت بقالك يومين بتصلي يا رب حلها، انا الراجل بتاعك وانا. قال له معلش مش هقدر. فعلا درس حوار زي كده، رجع صقلع وهو فاكر بقى انه ايه، انه كده فكت وانقذ نفسه وربنا حلها. اتاري لا، لسه التأديب. لما غاب عن القرية بتاعته، ما هو الرجالة طلعوا يحاربوا وسابوا الستات والعيال في القرية بتاعت صقلع. اتاري داود كان له طار بايت مع قبائل بربر في المنطقة، كان يطلع يغزوهم، اسمهم عماليق. عماليق دول زي البربر، ما عندهمش مبادئ وما عندهمش حاجة، يموتوا ويأكلوا الناس وخلاص، ما بيفهموش ما بيفكروش. فكان قبل كده داود وقع معهم في معركة، فهم انتهزوا فرصة ان داود خرج برجالته من صقلع، دخلوا حرقوا البلد وخدوا الستات والولاد. عادة ما بيباتوش الستات والعيال، عادة بيموتوا. فداود روح هو ورجالته صقلع، لقى البلد محروقة، مفيش ولا نفس ولا ست ولا عيل. انهار 600 راجل اللي معاه، انهاروا بما فيهم داود نفسه. ولما جاء داود ورجاله إلى صقلع في اليوم الثالث، اقروا النص بس جميل، كان العمالقة قد غزوا جنوب وصقلع وضربوا صقلع وأحرقوها بالنار وسابوا النساء اللواتي فيها، لم يقتلوا أحدا. دي ما كانش عارفها داود، لا صغيرا ولا كبيرا، بل ساقوهم ومضوا في طريقه. فدخل داود ورجال المدينة وإذا هي محرقة بالنار ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. ودول رجالة يعني رجال صعبين قوي، ناشفين جدا. شوفوا لما يبقى راجل من دول قلبه حجر ويبكي بحرقة لدرجة ما فيهوش حيل يبكي، بما فيهم داود نفسه. وخلاص كلهم تصوروا ان مراتاتهم وعيالهم كله اتذبح. وبعدين بقى الأصعب من كده، طبعا سبيت امرأة داود أخي نوعم وأبيجايل، فتضايق داود جدا. هي دي بقى تثقلنا جدا فوق الطاقة دي بالنسبة له هو بقى، لأن الشعب قالوا برجمه. الرجالة من غزهم قالوا هو ده اللي غرقنا الغرقة دي، قال حاطينه رئيس علينا وقال نحتمي عند ملك الفلسطين وادي آخرها، يبقى داود ضيعنا. فرجالته قالوا احنا نرجمه انتقاما منه عشان موت عيالنا.
طبعا يعني من كل ناحية بقى، هو مراته وعياله راحوا وبيقولوا نموته كمان، وهو مجرم في حق ربنا أساسا، لأن كل اللي بيحصل ده عك، ما كانش يمشي مع رجل الله أبدا. عارفين بقى واحد غلطان غلطة شديدة قوي ومضيع عياله والناس كلها كرهته، تثقلنا جدا فوق الطاقة، اسودت خالص، برضو فكت. فيقول ايه؟ لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته، أما داود فتشدد بالرب إله. هو ده الرجاء اللي احنا بنحكي فيه لسه. أنا كل ده بحاول أوصل لكم بس أعراها خالص من تحت الأول قبل ما نطلع. تثقلنا جدا فوق الطاقة، عدت على كل الكبار، كل القديسين، كل الناس بتعدي عليها الشعور ده في وقت إنه يبقى جايب آخر ما عنده. حتى أيسنا من الحياة أيضا، إنه يونان نفسه قال وقت يئس فقال يا رب خد نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. وده نبي، وجات له الحياة في ظروف مش متوقعة بعد توبة نينوى وبعد ما خرج من الحوت. يعني كان يقولها جوه الحوت تبقى منطقية، يا رب خدني لحسن السمك بيشوك اللي حواليا، شوك من بره مش من جوه، لأنه بيعوم في بركة مية جوه الحوت، لأن النفس مش حلو جوه الحوت، لأنه مش عارف هيفتح بقه تاني ولا خلاص كده، لأنه عامل عاملة سودا وحاسس إنه يستاهل كل ده. ممكن يقول له يا رب خدني، إنما ما قالهاش جوه الحوت. قال إيه بعد ما خرج من الحوت وبعد ما نينوى تابوا وربنا سامحهم؟ قال له أنا متغاظ بقى، خدني بقى، لأن أنا طلعت كلامي ما في الهوا. أنا قلت البلد دي تخرب يبقى لازم كانت تخرب. أنا قلت لهم بعد 40 يوم هتخرب، ليه ما خربتهاش؟ فربنا قال له طب سوري، طب سيبني يعني أشرح لك. قال له لا مش عاوز شرح، أنت خدني وخلاص. وبعدين ربنا فضل يحايل فيه فما بيستعملش، ما بيقبلش كلام يونان، فقام عمل له ضلة كده عشان يهدي أعصابه وكوباية ليمون وإيه جلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه برضه. يعني بعد ما عمل له الضليلة وجاب له الليمون دي من عندي قال له برضه يا رب خدني. عارفين في واحد كده يبقى very depressed مهما عملت فيه يقول لك برضه عاوز اموت، يأس فظيع. اذا بيحصل كده انه دي ما كانتش الرتمة دي اليقطينة، دي الرتمة دي بتاعت واحد تاني اللي هو إيليا جاله نفس الشعور في وقت غير متوقع برضه، بعد هزيمته لإيزابل ملكة الوثنيين وكل الأنبياء البعل ماتوا والشعب كله هتف بعد سنين من الوثنية الرب هو الله. يعني حصل نهضة روحية والناس رجعت. قال له رب خدني، أنا تعبت من الشغلانة دي، الأنبياء كلهم ماتوا والمذابح خربت والبلد خربانة والدنيا العيشة إيه ده مش وقته خالص دلوقتي. قفلت معاه برضه، وربنا ساعتها بعت له ملاك يقول له قوم كل بس وهدي أعصابك، ليمون برضه. في مزمور 13 داود النبي إلى متى يا رب تنساني كل النسيان، برضه دي واحد تثقلنا فوق الطاقة حتى أيسنا كل النسيان. يعني واحد عنده يأس بيقول كده. مين يقول لربنا نسيتني خالص؟ نسيتني خالص؟ هو ربنا بينسى حد؟ بس ده شعور بيأس كل النسيان. لغاية امتى هتفضل مش باصص لي؟ هو في حد ربنا مش بيبص عليه؟ هذا شعوره. إلى متى أجعل هموما في نفسي؟ يعني الهم وجع قلبي كفاية، وحزنا في قلبي كل يوم. إلى متى يرتفع عدوي عليا؟ هتفضل سايبني مذلول كده؟ يفضل الشيطان دايس عليا بدل السنة 50-60 سنة؟ مش كفاية؟ فأعمال 27 خبرة تاني عدت على لوقا الطبيب وكان معاه بولس الرسول جوه مركب رايحين بيتنقلوا كأسرة لروما، وهما بيتنقلوا كأسرة لروما المركب كانت بتغرق. قعدت 14 يوم كان نفسه طويل شوية بولس ولوقا، يعني التلاميذ في 6 ساعات جابوا آخرهم ويأسوا. بولس ولوقا قعدوا 14 يوم لغاية ما قالوا التعبير انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. يعني كل يوم يقولوا بكرة تفك بكرة تنور، مفيش. 14 يوم دنيا ضلمة جوه البحر ومش عارفين هما فين. يبقى برضه عاوز أقول تاني، معلش أنا بعيد وزيد في الحتة دي، لمجرد ان احنا نفتكر كل واحد فينا
بيحس بمرار، يتخيل للحظة ان المرار اللي هو فيه محدش حسه، لا، دي خبرة حسوها ربنا يسوع له المجد وكل أنبيائه، أغلى ناس عنده إن كانوا أنبياء ولا رسل، وغالبا بيحس بيها كل واحد في وقته. بتبقى شعور صعب جدا، صعب، لكن هنشوف بركته وفايدته. حتى يأسنا من الحياة. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت. كان لنا في أنفسنا. اللي أنقذ بولس بقى إيه هو الرجاء بقى؟ ندخل في حتة الرجاء. لنا في أنفسنا، إيه اللي جواك ممكن يحميك في لحظة زي كده؟ إيه اللي يخلي واحد في اللحظة دي ما ينتحرش فعلا؟ يعني يهوذا ما كانش له في نفسه أي مناعة فكملت وانتحر بعيد عنكم. إيه اللي بيحمينا بقى؟ الروح القدس اللي جوانا ده بيتكلم في اللحظة دي، بيقول حاجة، بيبتدي يعلي صوته عشان يلحقنا قبل ما نضيع خالص. كان لنا في أنفسنا حكم الموت. مثلا في مزمور 42 يقول لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ده الصوت بقى بتاع الروح القدس، ده الصوت الرجاء. بيطلع صوت في اللحظة دي، صوت منخفض خفيف، صوت هادي، صوت وديع وسط الضغط النفسي الفظيع ده. بيقول كلام مريح، بيقول مالك حبيبي، انت ليه يا نفسي عاملة كده؟ انت ليه يأس؟ انت ليه فقدت كل الأمل؟ انت ليه استسلمت انها قفلت؟ مين قال انها قفلت؟ انت ليه وقعت خالص كده؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ لماذا تئنين فيا؟ تئنين، أيوة طبعا يأس بيبقى كده. ترجى الله أو ارتجى الله، هي ده الرجاء. خلاص حط عينك على ربنا، قول له ما عنديش حاجة أعملها خالص، ولا تقول لي صلي، صليت، ولا تقول لي مد إيدك مديت، ما عنديش حاجة تتعمل، أنا على آخري. ارتجى الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. يعني إن ما كانش يجي بوشه كده ويبص دلوقتي ويعمل حاجة يبقى مفيش فايدة، ما عنديش حاجة خالص تتعمل. في رومية 7 بولس كان بيشرح برضو الصراع النفسي اللي جوه إنسان مغلوب من الخطية ومذلول سنين. واحد بيبقى حاسس كل ما يقف يقع يقف يقع يقف يقع، بيزهق الواحد من نفسه، بيتغاظ من نفسه. فبيجي له وقت يقول له يا رب يعني العمر خلاص هيخلص وما عملتش ولا حاجة من اللي قلتها لك، ما التزمتش بأي وعد، ما طلعتش راجل معاك، ما نجحتش قصادك. إحساس صعب. فبولس قال لا مش غريبة ولا حاجة، مش صعبة، دي عادية، ليس في أي في جسدي شيء صالح. فعلا أيوة، أنت لازم تسلم في الوقت ده إن بص يا رب أنا خرابة، أنا ما فيهاش حاجة عدلة، أنا ما تستناش مني حاجة، أنا فعلا عجزت، أنا فعلا وقعت، أنا ما عنديش دور أعمله خلاص. هي دي لنا في أنفسنا. يبدو أن ربنا عنده حكمة عجيبة، وهنا بقى لها مونيتور أو ترمومتر في كل واحد غير التاني. بيبقى لازم يوصلك إلى حتة الاعتراف الداخلي بعجزك التام عشان يتدخل، ويفضل بقى تاخد لها 6 ساعات، تاخد لها 14 يوم، تاخد لها 14 سنة، بس لازم توصل لها. انك توصل داخليا انك تقف قدام ربنا عالزيرو خالص، ما فيهاش حاجة عدلة خالص. هي دي حكم الموت بقى. يعني يا رب انا ما فيهاش، مش هعرف اعمل حاجة صح، مش هطلع منها لوحدي، مش ممكن. حكم الموت ده بقى يقول كان لنا في أنفسنا حكم الموت. حكم الموت أنا هلخصها في 4 نقط. أولا الاعتراف بالضعف. عادة احنا يا جماعة شايفين نفسنا أقوياء في حاجات كتير، أقوياء بالخبرة، بالعمر، بالعلاقات، بالفلوس، بشوية صحة، إنجازات. ده معطل جدا لفكرة الرجاء، ده معطل لمتعة العلاقة بربنا. لازم ربنا يوصل الواحد فينا داخليا إلى أن يعترف بضعفه. حصلت مع بولس لما خد شوكة في الجسد فضل يصلي، هو متوقع من الصلاة معجزة في لحظتها، يعني ده مثلا نقول نمرة 5000 في معجزاته، فمش عادي يعني هيصلي يا رب اشفيني، خف على طول،
ما بيخفش، ما بيخفش، مع ان ربنا بيجيله فمش مفهومة. فجاله في مرة قال له رب مش فاهم، طب انا بصلي ما بخفش ليه؟ قال له عشان عاوزك ضعيف. عاوزني ضعيف؟ قال له انت موافق تبقى ضعيف ولا عاوز تبقى قوي؟ انا عاوز اشتغل بواحد ضعيف، اليومين دول عاوز اشتغل بواحد ضعيف. حاضر، اذا كنت عاوز كده. قال خلاص انا ضعيف. قال له اصلا قوتي في الضعف تكمل. قول، تعرف تقول انا ضعيف خالص ولا لسه؟ قال له لا خلاص عرفت، هقول انا ضعيف خالص، انا ضعيف جدا. وصلت يا بولس ولا لسه؟ قال له وصلت صدقني. عشان كده ابتدت تفك بعدها. قال أصر بالضعف، كأنه عاوز يحلف لربنا أنا بقيت يا رب مبسوط إني ضعيف. فكها بقى يعني، خلاص أنا صدقت إني ضعيف وأمنت إني ضعيف واعترفت إني ضعيف ومبسوط كمان إني ضعيف، عشان أنت بتقول لي أنا هشتغل بيه كنت ضعيف خلاص. فالاعتراف بالضعف هو ده مدخل، هو ده اللي يفتح باب الرجاء. ان الواحد يقف قدام ربنا يقول له ضعيف صدقني، ضعيف جدا. هنا انا محتاج معونة، خلاص بدل قلت ضعيف تطلع ايد ربنا بقى، انا بتاع الضعفاء، انا اله الضعفاء، تتمد الايد القوية اللي تسحبه عشان ما يغرقش. لما الواحد يعترف بالعجز، انا بفصل بين الضعف والعجز وهم كانوا معنى واحد، لان الضعيف عاجز عادة، انما العجز يعني ايه؟ helpless، hopeless و helpless، يعني الاثنين. انا ما عنديش، ما تحطش فيها امل، ما تحطش فيها رجا، وما تنتظرش مني حاجة. انا ما عنديش حاجة تتعمل، انا عاجز تماما. هي دي فكرة حكم الموت. انت مستني ايه من ميت؟ ما ينفعش تطلب حاجة من ميت يا رب، الميت انت تقومه. هو ده حتة الاعتراف بالفشل. يا رب انا فشلت تماما. هل ربنا قصد يذلنا؟ حاشا، ده ربنا كل ده بيمسح الذات اللي معطلة خلاصنا، عشان بعد كده ما يبقاش فيه غير ربنا مخلص، يبقى هو وحده رجاؤنا، هو وحده مخلصنا، هو وحده الحل. عشان لما ترفع راسك تقول له اقدر اقول للدنيا كلها مش انا خالص، فاهمها اكتر من اي حد ان ده مش انا، بل نعمة الله العاملة فيه. هو ده الرجاء. ولما تتكرر مرة واثنين في حياتك وعشرات المرات، يبقى عندك الرجاء المظبوط. تبص للسماء كده تقول له فاهمها صدقني وبالذوق، عاجز وضعيف وفاشل وميت، ادخل في المفيد على طول، مد ايدك على طول، مش محتاج الكورس الطويل بتاع زمان، خلاص فهمتها يا رب، مد ايدك واشتغل لان انا فهمتها. الاعتراف بالموت معناه محتاج ايام. فبولس كل ده احنا بنرجع للنص الاولاني بتاع كان لنا في انفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على انفسنا، شوف المعنى، بل على الله الذي يقيم الاموات. فانا حطيت اتكالي على الله اللي يقول للميت قوم، مش على حتة ميت عمره ما هيعرف يقوم. لا نكون متكلين على انفسنا، هي دي اللي بتعطلنا يا جماعة، ان احنا لسه بنتكل على نفسنا. في رومية 7 بولس شرحها من ناحية الخطية، فبيقول يا جماعة أنا، وكان بيتكلم عن نفسه أو بيتكلم بلسان نفسه، كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضرا عندي. أنا زهقت من نفسي، كل ما أنوي أعمل الصح أعمل الغلط. ويل لي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من هذا الموت. هنا وصل لإيه؟ أنا مش متكل على نفسي anymore، خلاص سلمت، أنا غلطان ووحش ومش هتغير من ناحيتي. فاضل بقى إيه؟ معجزة، فاضل نعمة، فاضل إيد إلهية، مش فاضل دور بشري خالص. وقعد يشرحها إزاي إنه في جواه خناقة مستمرة اتحسمت لما قال أنا يا رب مش نافع في سنتي، مد إيدك وخلص. في يوحنا 15 ربنا قالها لنا بقى بمنتهى السلاسة والبساطة، وقال إيه؟ أنا الكرمة وانتوا الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. فيقول لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات.
هو ده الرجاء بقى يا جماعة. أنا قعدت أقلب في حتة تثقلنا وفوق الطاقة وجدا عشان بس نحس بالمأساة اللي احنا بنوصل لها أحيانا، إنما الحل قريب جدا، بس مش عندنا، مش في إيدينا. الله قادر أن يقيم أموات. من فضلك عندي سؤال، مشكلتك اللي في دماغك دلوقتي أصعب ولا إقامة ميت أصعب؟ بي فير. لا، إقامة ميت أصعب مهما كانت مشكلتك. فالله الذي يقيم الأموات قادر أنه يحل مشكلتك اللي في دماغك دلوقتي، إن كانت خطيتك أو مرضك أو عجزك أو whatever المشكلة، مشكلة عند أولادك، عند أحفادك، عند أغلى الناس عندك. الله يقيم أموات. هو ده موضوع الرجاء. فأنت عشان كده بولس ما قالش الله القادر ولا الله الحكيم ولا الله ضابط الكل، قال الحاجة الابسوليوت اللي فعلا كلنا بنقول no way قدام الموت. قال لا، no way دي بتاعتكم انتوا كبشر، خلصت. انت بتقول انتهى على انسان مات، ده بتاعكم انتوا الكلام ده يا بشر. انما بتاع ربنا الله يقيم اموات. مفيش حاجة اسمها انتهى، مفيش حاجة اسمها هلك، مفيش حاجة في قاموس ربنا اسمها مستحيل او خلص. في خلص مش خلص. فربنا عنده قاموس مختلف. فقال أنا بقى قلت خلاص مفيش فايدة فيا، حطيت كل اتكالي، رميت كل الأسهم بتاعتي على الله الذي يقيم الأموات. بعد الخبرة دي كفرت بنفسي عشان أصدق في ربنا 100%. خلي بالكم احنا طول ما احنا مصدقين في نفسنا ما عندناش إيمان بربنا كفاية. عشان نوصل لإيمان بربنا كفاية لازم نكفر تماما بنفسنا، نعترف تماما بعجزنا وجهلنا وفقرنا وكل حاجة. عشان كده بولس يقول أنا هفضل في الدايناميك سيركل دي طول العمر لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. يعني كل ماذا بدوء، يعني ايه أجيب أقع خالص وبعدين ايه طلعني تاني. لأن بولس كان عنده بوتنشالز عالية قوي، فكل شوية يرجع الثقة لنفسه تاني. أنا بعمل معجزات، أنا بعرف أبشر، أنا بجيب ناس، فإيه محتاج ياخد كورس تاني علاجي عشان يقع خالص وبعدين إيه يدوق تاني الله الذي يقيم الأموات. قال له يسوع قوم احمل سريرك. الراجل المشلول 38 سنة ده ملوش حل عند نفسه، هي محتاجة كلمة واحدة. كلمة إيه؟ قم. كلمة من حرفين بس تطلع من ربنا. وانس قال قم اتغيرت كل حاجة. ده اللي حصل مع بولس، حصل مع داود. تعرفين حكاية داود؟ أنا نسيت أحكي لكم، أنا حنستكم. داود بقى لما نسيت أخطيت، عشان كده أنا بقول ناس اكتئبت ليه. الحكاية قلبت حلو فرايحي بعد كده. ليه؟ هو داود طبعا انهار نفسيا هو والرجالة وكانت شغلانة وكانوا هيرجموه، وبعدين تشدد. بعد تشدد دي يعني شم نفسه كده بحتة رجاء وقال لهم هاتولي الأفود. الأفود ده اللي زي الصدرة بتاعت الكاهن. فجاب الأفود وصل قال له يا رب أنا مش عارف، أنا هتصور يعني كتب غير اللي أنا هقوله. أنا لا لي عين أكلمك، أنا السبب المصايب دي كلها، أنا بقالي سنة مديك ظهري ومش عاوز أكلمك لأني عامل عاملة وقاعد عند ملك الفلسطيني مش قاعد عندك. أنا كنت هحارب ولادك، أنا ضيعت الرجالة دي معايا، أنا السبب في أن ولادي ومراتاتي يمكن يكونوا ماتوا، فأنا كل العبر فيه، بس عندي رجاء فيك. ينفع تصلح كل اللي أنا عملته؟ فلقى البتاع اللي بتقول بتنور. تعرفين الصدرة دي فيها أوريم وتميم، حجرتين كده فيهم سر غريب جدا. الحجرة تنور يعني لا، حجرة تنور يعني ربنا كده بيحايل عياله. فالها بتنور جامد. هتصلح كله؟ قال له قال له يعني اطلع وراهم؟ قال له اطلع ورا العماليق دول اساسا يعني زمانهم كلوهم من بدري يعني. قال له اطلع. ولأول مرة في تاريخ العماليق يحتفظوا بالأسرة من غير ما حد يمسهم، وقعدوا عسكروا في السكة وعملوا حفلة عشان غلبوا داود ورجالته، وقاعدين يهيصوا ويرقصوا. داود وصل هو ورجالته،
نزلوا عليهم خلصوا على العماليق ولقوا ولا شعرة من عيالهم ولا ستاتهم حصل لها حاجة. يبقى كل حاجة اتصلحت ليه؟ عياله رجعوا، طلع انه ما شاركش في حرب ضد اليهود فتعادلت صورته تمام. اساسا شاول مات في المعركة فرجع داود بقى ملك. كل حاجة اتصلحت لمجرد الوقفة الصلاة دي. لما حط رجاءه في ربنا كل اللي بوظه بإيديه خلال سنة ولخبط الدنيا ربنا صلحه في يوم، ورجعت كل حاجة أحسن من الأول لدرجة أن داود رجع على عرشه. نرجع بقى لبقية القصة. الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا. بصوا بقى، لما الواحد تعدي عليه أزمة صعبة قوي ويرفع راسه بعد معركة طويلة قوي بيعرف يقول الشعار الجميل ده: نجانا وينجي وسينجي. اللي عدى امبارح بصعوبته هيعدي النهاردة وبكرة كمان هيعدي على خير. اللي أنقذني من كل البلاوي اللي فاتت اللي أنا تسببت فيها أو ظروف يبقى هيعدي النهاردة على خير وبكرة لازم هيعدي. يبقى الرجاء مفرح في إيه؟ إنك لما تاخد خبرة تثقلنا ويأسنا وفوق الطاقة وتطلع منها، ده رصيد لأنك أول ما هتبص ورا مش هتشوف الغامق والحالك السواد، هتشوف النور بتاع الرجاء الجميل اللي طلعك من عمق البحر واللي طلعك من قبر. فهتقول نجانا وينجي وسينجي. من فين جايالك الثقة يا بولس انك تقول بالفم المليان سينجي فيما بعد؟ يعني من امبارح اللي عمل اللي انا شفته معاه ده يعمل اي حاجة. اللي نجانا امبارح لازم ينجي النهاردة ولازم هينجي بكرة. اللي حفظ الكنيسة القبطية 2000 سنة سيحفظها إلى دخولها السماء. اللي حفظ مصر لربنا هيحفظها لربنا. الذي نجانا ينجي وسينجي فيما بعد. فهنا خبرات اليوم مبنية على ذكريات النجاة الماضي، وهي اللي بتخدم على رجاء المستقبل. احنا ما بنخافش من بكرة. ليه؟ لأننا عندنا رصيد من امبارح يطمنا على بكرة. عندنا رجاء في ربنا انه لا يموت. بتاع امبارح هو بتاع بكرة. فالذي نجانا ينجي اليوم وسينجي فيما بعد. وأنتم أيضا أخيرا مساعدون بالصلاة. طب ودي محتاجة مساعدة يا راجل؟ ما خلاص ده هو اللي شايل الشيلة وهو اللي بيقيم الميت. يعني الحكاية قال لا أنا مش بنساعد بالصلاة عشان هو يمد إيده، هو لما يمد إيده مش محتاج حد معاه. إنما أنتوا ساعدونا بالصلاة عشان ما نقعش، عشان يبقى عندنا رجاء. احنا لما بنصلي لبعض يا رب ثبت الرجاء في قلوب ولادك، إنما مش بنصلي لحسن يكون ربنا غفل عن عياله، حاش. مش بنصلي شكا في ان ربنا قادر ينقذ، لا حاش. احنا بنصلي يا رب ثبتهم لغاية ما تمد ايدك، اسندهم لغاية ما تفكها بطريقتك، اسعفهم بس بالإيمان والرجاء لغاية ما انت تعمل اللي انت مرتبه. فأنتم مساعدون لنا بالصلاة. ايه قيمة الصلاة في الموضوع؟ الصلاة بتسند الرجاء، لكن الرجاء في المسيح مش محتاج سند. يعني المسيح وحده هو اللي فيه الشفاء وهو في القيامة وهو عنده الحل. لكن أنتم مساعدون بالصلاة لأجلنا. ساعدونا بالصلاة وإحنا في الوقت اللي واقعين فيه. لما يكون واحد تعبان قوي بيقول صلوا لي، مش عشان ربنا يفكها. على فكرة ربنا هيفكها بالطريقة اللي هو عاوزها في الوقت اللي هو عاوزه، بس ساعدوني بالصلاة عشان أفضل رافع راسي ما يغرقش، عشان اليأس ما يهدنيش، عشان ما أقولهاش ولو قلتها أرجع فيها، خد نفسي وأرجع أقول له طب سوري، عشان لو قلتها أرجع أتوب عنها. فساعدوني بالصلاة لغاية ما يجي الوقت اللي يحفكها، لكي يؤدى شكر، عشان لما تحصل النجاة، لما تخلص القصة على خير، وهتخلص دايما على خير، لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. عشان مش أنا بس ما أشكر، كل اللي صلوا لي يشكروا، عشان كل اللي شاركوا معايا في الهم والغم يوم ما تفك كله يفرح. فيبقى بدل ما واحد يشكر كله هيشكر ويسبح.
واخدين بالكم الفكرة؟ فهنا الصلاة والشكر دول عمودين للرجاء، أساسين للرجاء. عاوز الرجاء يزيد في حياتك، تعود تصلي كتير لنفسك ولكل من يحتاج صلاتك، كل من هو في ضيق، كل واحد داخل على بلعة اليأس، الحق صلي له. صلي له لأنك أنت هتشكر بكرة، صلي له لأن اللي هيبتدي بالصلاة هينتهي بالشكر لازم. وهنا تيجي في كلمة فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة. فهمت؟ فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة. ضيقة شغالة، دورنا ايه؟ هنصلي. ما فكتش، هنصلي. لسه كمان هنصلي. هنعمل ايه تاني؟ هنصبر. طب دي حاجة تخنق؟ لا، احنا فرحانين لان عندنا رجاء انها تفك. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.